شلونكم اخواني؟ اخباركم؟ ان شاء الله بخير. اليوم احب احكي عن موضوع السكن في سان دييغو كاليفورنيا او الكاهون او المدن اللي داير مدايرها وتكاليف المعيشه، اذا من ناحيه الفواتير او الايجارات، وشلون بدنا ندفع احنا هسه حاليا، وشنو الفرق عن باقي الولايات بامريكا. اللي يفكر يجي يعيش بامريكا اذا كان لاجئ جديد او جاي عن طريق الزواج او لم شمل. احنا الايجارات اللي ادفعها اني بالنسبه للشقه غرفتين هي $2200 حاليا بمدينه الكاهون، ومنطقه نظيفه وامنه بساوث ميلسن. والبيوت تتراوح الايجاراتهم الغرفه من 1800 الى البيوت الى 5500 حسب ابو الاربع غرف. انا مأجر غرفتين ب $2200، اكو ابو 3 غرف ب 3500، ام الاربعه ب 4000، انا اهلي ماجرين ب 4000، العالم اعرفهم 4000. اكو عالم يدفعون بيد بالاقساط، يدفعون مقدمه ويدفع بيمنات كل شهر 2000 2500 3000 4000. بس شنو؟ طبعا البيمنات احسن، بس يكون عندك مقدمه تدفعها تخلص من الايجار، مكان ما ادفع انا 2200. اذا عندك مقدمه الحكومه او البنوك تساعدك كبدايه، الدفعه الاولى خاصه اذا اول بيت انت عندك بامريكا، ياخذون نسبه 3% او 5%، وتقدر تاخذ هالفلوس. لازم تبقى بالبيت سنتين، يلا تقدر بعدين تبيع البيت. بس انت تسيف فلوسك مكان ما تروح الايجار، قاعد ترجع لك بعدين بالمستقبل، او البيت يصير الك. ومن ناحيه الفواتير الماي، الفواتير تيجي قسمين، او ابو الملك اللي يتاجر من عنده هو يدفعها هي والمجاري، او انت تدفعها. الشخص عندنا فراتبه، الشخص $50 فاتوره الماي اذا كانت ما عدا الايجار. انا بالنسبه لشقتي من ضمن الايجار 2200، شقه 4 اشخاص من ضمن الايجار. فواتير الكهرباء والغاز تجيني يعني بالشهر تقريبا من 60 الى $100 بالصيف، بالشتاء تجيني $40. هذا عندي اني دخل منخفض، يوصل عندي فاتورة الكهرباء بالصيف من 60 الى $100. اذا ما عندي دخل منخفض، شو يقصد بدخل منخفض؟ اذا انت ساعاتك مثلا جو الحد الادنى 30 ساعة 35 ساعة 20 ساعة، يلوحك بعدين تأمين صحي مدعوم من ضمن الحكومة، اي علاجات اي عمليات جراحية، هالدخل المنخفض هذا نحكي عليه بموضوع ثاني. مثل ما قلت لك، الغاز الكهرباء هاي الفواتير من 50 الى $100 بالشقة، البيوت توصل الى 150 $200. اليوم احنا بسان دييغو بالداون تاون كاليفورنيا، جينا يوم هاي السفينة سووها متحف، سفينة عسكرية، وحبيت احكي واصور فيديو وياكم من هذا المكان. واي سؤال تحبون تستفسرون عنه انا بالتعليقات موجود. نحكي لكم عن اسعار، قلنا لكم الايجارات والفواتير. وبالنسبه لتامين السيارات، انا ادفع تامين بالشهر $82. سيارتي قديمه 2011، اذا دخل شخص وياك مثل دخل زوجتي وياي بالسياره ادفع $150 بالشهر. اكو غير سيارات احدث عالم تدفع 250 300 $400 انشورنس، تامين على السياره فول كفر. اذا دعمت سيارتك او تدعم انت مقابلك، هي الشركه تغطي المصاريف. انا بمدينتي بالكاهون الماركتات العراقيه وكل الماركتات داير مدايري، كلها 3 دقائق 4 دقائق 5 دقائق، كل 7 دقائق كل شيء متوفر. فود فور ليس، والمارت، الاسواق العربيه مثلا نورث بارك، فالي فود، نجات دلي. كل مدينه العراقيين من الستينات هاجروا إلها وسافروا، وصارت العراقيين والعرب متمركزين بمدينه الكاهون وبمدن ثانيه، بس اكثر شيء العراقيين جو مدينه الكاهون. المواصلات، سعر اللتر البنزين بكاليفورنيا حاليا $4، هذا ارخص شيء، يوصل من $4 الى 4.5. قلنا تأمين السيارة تختلف حسب نوع السيارة، حسب موديلها. هاي الحياة هنا. اني يعني احنا بصراحة بدنا نشتغل، اشتغل شغلتين اني ويا المساعدات لو منخفض، يعني عايشين الحمد لله.
ماشي امورنا. اهم شيء انه انت تكون قادر على المسؤوليه، خاصه اللي عنده عائله جاي. يختلف عن العزابي، تجيك انت تاكسات، تدفع تاكسات. مثلا العزابي يدفع تاكسات ما ترجع له، شيء بسيط. اللي عنده عائله وعنده اطفال نهايه السنه تاكساتك ترجع لك، ترجع بحدود من 6000 الى 12000 حسب الدخل مالتك وحسب ايش قد مسوي ساعات انت. انت كل ما تشتغل اكثر وكل ما تبين ساعات اكثر بالشغل بالتشكات، يعني اسمك يقوى بالدوله. يعني هسه من تروح اللي يشتغل له 20 ساعه او اقل او ما يشتغل معتمد على المساعدات، ابسط شيء تقدم على سياره، من تعطل سيارتك ذي السياره ما حد يعطيك بالاقساط. مو مثل اللي يشتغل يقول لك هذا يسدد يدفع فواتيره. اهم شيء الفواتير تدفعها، ما عندك ديون، الكريدت مالتك يصعد، السكور مالته تصعد تدريجيا شوي شوي، اسمك يبين، يقول لك هذا شخص مسؤول ملتزم. لوش ما يكون؟ يعني انا السكور مالتي بلش من ال 650 صعدت 700 خلال سنه واحده انا بامريكا. لازم تسوي، واذا تفكر تشتري شقه او بيت لازم اقل شيء تسوي سنتين الى 3 سنوات تاكسات. تاكسات تبين بالحكومه انه انت مسوي تاكسات، يلا تقدر تقدم على بيت او تقدم دفعه. اكو عالم، اكثر العالم مقدمه على سكشن 8 وبرنامج ثاني حكومي. هذا شنو هو؟ انه دخل منخفض، انه تدفع مثلا ثلث المبلغ. مثلا بيت 3 غرف ايجار 3000، انت تدفع 1000 1200، الباقي سكشن 8 البرنامج يدفع لك. دخل المنخفض يدعمك بالايجارات. انا بصراحه ما قدمت على البرنامج، وهذا البرنامج يطول، يتقدم عليه من 10 الى 14 سنه. اكو عالم اعرف 15 سنه 14 سنه 12 سنه ما طالع لهم لحد الان هذا البرنامج مقدمين عليه. ولازم اكو فقره ثانيه تروح لغير ولايه تسكن لك سنه بعدين ترجع مره ثانيه اللي يوافقوا لك عليه. انا بصراحه افكر واذا تكون بسكشن 8 تقدم او يدعموك بالايجار ما حتقدر تشتري شقه او بيت نهائيا، لان انت دخلك منخفض. اني بالنسبه لي ما مقدم على هاي البرامج. انا دا ادفع ايجار 2200 بالشهر، اشتغل انا وحدي، عندي عائله وطفلين، اشتغل وحدي. اريد احاول انه تجيني فلوس التاكسات سنتين 3 4 اجمعها ويا الشغل مالتي، احاول اصعد ساعاتي. هسه حداوم كولج كليه، واحكيكم على موضوع الكليه همينه. اذا انت بكاليفورنيا الولايه الوحيده انه تدعم بالدراسه مجانا. يعني اذا صار لك سنه انت بامريكا بكاليفورنيا، ولايه كاليفورنيا السنه ويوم يحق لك تقدم على الكولج من سنه ويوم وفوق، يدعموك مجانا. الرسوم الدراسيه، الكتب، يعطوك كل شهر 750 دولار. كورسات تاخذ مده سنتين او 3 كلغه بالبدايه او غيرها، كل 4 شهور يعطوك 3000 دولار. هاي انت تدرس. عندك البي سي جي يدفع لك 250 دولار، يعني انت 1000 دولار كل شخص من الدراسه تجيك دخل بالشهر. كل 3 اشهر 4 يجيك 4000 دولار دخل. اكو شغله حلوه همينه، انت جاي لاجئ جديد مده 5 سنوات يدفعوا لك فلوس البنزين. ايش قد تروح للشغل وترجع يدفعوا لك البنزين؟ انا يدفعوا لي بالشهر 148 دولار فلوس البنزين مالتي اروح غير منطقه. هم يريدوك تعتمد على نفسك، يدعموك بالصحه بالعمل، يدربوك، يريدوك تستقر توقف على رجلك. مو مثل الواحد نايم للظهاري وما يشتغل وما عنده اسم بالدوله ويريد كل شيء. هاي ترى مساعدات كل شيء ما تسوي. ايش قد يعطوك؟ 1000 1300، انت اسمك ماكو، انت لازم تصعد شويه شويه. انا استثني الكبار بالعمر والاطفال، هذا دعم بالصحه بالفود ستام. بس الشباب لازم تشتغل وتصعد نفسك وتكون نفسك وتصعد اسمك بالدوله على مود اي شيء تريده تقدر تاخذه ويساعدوك. اذا بالمشروع، اذا بالبيت، اذا شقه، اذا سياره، اذا غيرها، تصعد درجه درجه. واي شيء بالتعليقات تحبون تستفسرون عنه او اسوي لكم فيديو عنه، انا حاضر وموجود.
احنا بسان دييغو اليوم داون تاون. هاي السفينة عسكرية طالعة للخدمة، سووها متحف، وهذول الجنود اللي خدموا بالبحرية الأمريكية، جنود الضباط. موقع داون تاون حنزلكم اياه بالوصف اللي يحب يزور هذا المكان في سان دييغو. راح اشوفكم الحيوانات، الطيور والاسماك اللي تعيش بهاي المنطقة. احنا بالصيف هسه الشهر السابع، الجو كلش طيب حلو. يعني انا جيت ب8:30 هنا الصبح، الجو بارد. مثل ما قلت لكم، اي استفسار او اي معلومات تحبون احكي لكم عنها اكتبوا لي تعليقات مكان الفيديو وانا اجاوبكم عليها او اسوي لكم فيديو عنها. واحكي لكم موضوع عن الكولج، شلون قدمت همينه. صار لي سنه ويوم عبرت وقدمت وانتظر حاليا. انا بالانتظار، انا بدي ابلش بالدراسه. انا مهندس كهرباء بالعراق، وخدمت من فاو الى زاخر. اشتغلت ويا سيمنز الالمانيه، واشتغلت ويا الحكومه مشاريع، نسوي محطات كهرباء ضخمه، اذا كان بالبصره، اذا بالنجف، اذا بالكربلاء، اذا ببغداد، بابل، عماره، ناصريه. وكنت انصب مكائن ودواجن همينه. اشتغلت بتكريت، اشتغلت باربيل، بدهوك. عشر سنين انا بالخدمه، وعفت وطلعت. كنت مهندس اجر يومي، اذا ما منتمي للاحزاب ما تعيننا، ضلينا نشتغل خارج العراق. نشتغل لحد 2013 وسافرت. مثل ما قلت لكم 10 سنين بتركيا. صار لي سنة وشوية من جيت لأمريكا، ولاية كاليفورنيا. وأنا أخوكم، كلكم على راسي، وأي أحد يحتاج مساعدة أو استفسار أنا موجود. هسه راح اسوي لي من فرة بالداون تاون، واشوف اذا اصور لكم فيديو ثاني. كل على راسي، من الشمال للجنوب، كل الوطن العربي. هاي واحد يقعد هنا قاعدة كلش حلوة. انا مرة مرتين جيت بالليل، بال11 و12 بالليل.
أول مرة أجي بالنهار.